ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. اهلا بيكم في شقة جديدة وفيديو جديد. النهاردة شقتنا تحفة جدا، بسم الله ما شاء الله. دعوة حلوة من قلوبكم لاصحاب البيت، اللهم بارك، ربنا يسعدهم. بصوا بقى لشقة النهاردة من طنطا، بصوا الجمال. حطوا لنا لايك لقمر النهاردة، واللي أول مرة يشوفنا في القناة يا ريت تشترك معانا. هتستفيدوا بقى من أفكار بنقدمها والديكورات لعروسة بتجهزي أو ست بيت بتجددي بيتك. كل فيديو تخرجوا منه بفكرة تقدري تنفذيها أو تغيري بيها ديكور البيت. النهاردة الشقة النهاردة تبع جروب شوقي. جروب المهندس أحمد شوقي هو اللي بيقدم لنا العرض نفسه. هو مسؤول عن كل تشطيب الشقة وكل جزء في الشقة، وكمان بيشرح لنا ده. هنعرض معاكم بقى تفاصيل الشقة القمر دي. الشقة دي متقسمة 4 قطع ريسبشن. زي ما حضراتكم شايفين كده، سفرة هنا، صالون، وهنا كمان صالون تاني، وفي ليفينج، وبعدين اوضه النوم، وعندي 3 حمامات. بصوا بقى جمال السفرة قد ايه سيمبل، قد ايه مختلفة. بصوا الجمال هنا، الرخام، فواصل رخام بحيث ان انت تحسي مش محتاجة سجاد كتير. الفواصل عندك هتلاقي شكل السجاد حلو قوي. بصوا جمال هنا، ده القطعة الأولى مع التلفزيون. العمود ده كمان عامله بشكل ديكوري حلو قوي. هنا الورق الحائط والخشب وشرايح الاستانلس ورا مكتبة التلفزيون. بصوا هنا برضو، هنا في ورا الصالون تأسيس النجف برضو مجهزة. كل التفاصيل دي حضرتك بتسلمي شقة طوب أحمر، بتستلميها بالجمال ده. طبعا أنا متأسفة جدا لتأخير تنزيل الفيديوهات، اعذروني. فعلا قد ايه انتوا وحشتوني جدا، وحشني ان انا اتكلم معاكم، حتى لو اتكلم انا طرف واحد بس. بشوف الرد بتاعكم في الكومنتات، وبشكر الناس الجميلة اللي بتعلق تعليقات حلوة. بجد شكرا على دعمكم في كل فيديو بنزله. ودايما الكلام اللي حضراتكم بتكتبوه بيديني طاقة إيجابية وبيسعدني جدا. لكم بالمثل وزيادة بإذن الله. هندخل هنا بقى على بقية الأوض. بصوا الفواصل، وعاوز يورينا قد ايه الرخام شكله حلو جدا، متنسق نفس تقسيمه. بص فوق في الجبسون بورد، والاضاءه نفس التقسيمه تحت. طبعا ده ابداع وتقنيه عاليه جدا في التفاصيل. بصراحه شوقي جروب من الجروبات ده رقمهم، اللي بتعمل شغل حلو جدا ومختلف عن اي شركه تصميم او شركه هندسيه. هنا الباب من بره اهو، بصوا المدخل الشكل هنا والجزء الحجري. ده المطبخ. بصوا المطبخ باب ازاز اهو، 3D. الرسمة اللي عليه بحيث ان هو بيتقفل كده، وانت داخلة مدخل الشقة مش بتحسي ان في باب على مش بتحسي اسفة ان في مطبخ. بصوا بقى مساحة المطبخ اهو، لسه التقفيلات بتاعتها ما خلصوش، بس بصوا تقسيمة المطبخ. هنا الغسالة والبوتاجاز في الوش هنا، والفريزر، الفريزر والتلاجة. تأسيسات الكهرباء والتفاصيل اهي. بصوا حاطة سقف المطبخ، وكده المطبخ اتقفل بقى قطع ديكورية، مش حاسة ان في عندك اي مشكلة. هنا ده حمام صغنن كده، حمام ضيوف. بصوا تفصيله والاكسسوارز بتاعه من لون النحاس، فعاد شكل حلو جدا. الباب برضو فيه ستانلس. الفواصل بتاع السيراميك بيوريني الدهانات بتاعتها. هو بيهتم بكل تفصيلة في الشقة. شابوه جروب شوقي للتشطيبات. بصوا الجمال، مهندس احمد شوقي دايما بيقدم لنا شغل مختلف. هنا بقى بصوا الباب الالموتال، الجزء مش الموتال عادي، بيمنع خالص اي صوت من بره. يعني بورينا قد ايه في فرق في الصوت وفرق عن لما اتفتح. بصوا كمان تشطيب البلكونه، والرخام ده رخام الجلاله. الفواصل ده اللي في البلكونه. الشقه دي في طنطا قصاد كليه تجاره. اهو ده الفيو على الشارع. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا بقى جمال البلكونه حلو قوي. الكرسي الهزاز بلونه، اللونين حلوين جدا. الوان مبهجه قوي المرجحه والكرسي الهزاز. بصوا بقى العمود معمول بشكل حلو جدا. هنا بقى ندخل في الليفينج، وده باب بيفصل الريسبشن عن الليفينج، وده حلو جدا. يبقى عندك الليفينج ريسبشن، والليفينج فيه خصوصيه، بحيث حتى لو في سيدات او رجاله هيبقى في فاصل. لو انتي قاعده انت الولاد في الليفينج يبقى في فاصل برضو. بصوا انتري مودرن بشكل حلو قوي. بصوا الجمال، الوان السجاد حلو، جمال النجفه. الليفنج هنا بساطة طبعا، مفضل الليفنج يكون بسيط زي الشكل ده. سيمبل قوي، مفيش برائع، ستارة بسيطة جدا، إضاءة جبسون بورد.
تفاصيل مفيش، حلو قوي اهو. شايفين الجمال؟ مش محتاجة اعمل بهرجة ولا تفاصيل كتير في ليفينج انا هقعد فيه انا والولاد، او مكان قعدة تلفزيون. ببساطة ركنة مودرن، انتريه مودرن، يكون مريح في القعدة. هو ده اللي مطلوب مني في اي بصوا الجزء الرخامي ده اللي بوريه لنا. هو بيقول ان السيراميك اسعاره بقت البورسلين غالي جدا، فهو بيعملوا عروض حلوة جدا للعملاء المميزين بتوعهم على الرخام. هنا دي أوضة أطفال وتعتبر شبابي في تصميمها. بصوا على شكل كورة كده اهو من ورا كده. وده الدولاب. هو المفروض الدولاب يبقى جنب السريرين لو السرير مساحته متر، لكن السريرين كان كل مساحة منه متر وعشرين سنتي، فبقى صعب ان تحط الدولاب. والكومود طبعا حوالي 50 سنتي، فتحط الدولاب بمساحة أبعد شوية. ولأن المساحة وتحط الكهرباء يعني زحزحة شوية هنا، لأن طبعا كانت تقسيمة إن السرير يبقى متر واحد، فكده أفضل. وكمان مساحة الأوضة كبيرة يعني تستوعب إن الدولاب بيتحرك شوية هنا زي تحريك الكهرباء كده. وبصوا ده التسريحة فكرتها حلوة قوي، بالمرايات بتاعتها، بالكرسي، الجبسون بورد، والألوان اللي فيها. الأوضة ألوانها كلها مبهجة، فيها روح الولاد. وهنا طبعا برضو بيورينا الصوت الألموتال اللي هو بيعمله بشكل مختلف. الصوت مفيش صوت طبعا، بيبقى عازل للصوت. هنا عامل شرايح باركيه للبلكونة. دي أول أوضة ولاد هنشوفها، وندخل بقى نشوف الأوضة الماستر وبقية الشقة. لايكاتكم القمر لشقة النهاردة، واكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الشقة، وايه أكتر فيديوهات حابينها. هل نعمل الفترة الجاية أوض نوم كاملة، أوض نوم أطفال، دريسنج روم؟ عملنا فيديو المطابخ وعجب حضراتكم جدا. الأوضة دي فاضية، بس بصوا الإضاءة، الشكل هنا الجبسون بورد مع الجزء اللي ورا شاشة التلفزيون، نفس اللون. حلو قوي صراحة. أنا شخصيا فكرة هي الأوضة لسه ما اتفرشتش، فكرة إن يكون في أوضة فاضية في البيت بتبقى حلوة جدا. بتحطي بقى فيها حاجات زيادة عندك، أو حاجات حاسة إن هي زيادة ممكن تكون عاملة كركبة في أوضة تانية. دي أوضة ولاد المفروض أهي، بس لسه ما خلصتش. ده كده الطرقة اللي فاصلة بين الأوض وبس. ده هنا حمام تاني أهو. شوفوا تقسيمه. من الحلو إن كل حمام مختلف عن التاني في السيراميك، في الألوان. وهنا كابينة شاور. إن شاء الله أعرض لكم الفترة الجاية شغل مميز لمهندس أحمد شوقي. ده هنا مكان للغسالة. شوف بقى دي أوضة النوم الماستر. بصوا بقى الجمال، مساحة أساسا حلوة قوي. بصوا قد ايه هي أوضة ماستر، يبقى فيها شغل كتير. الأوضة سيمبل قوي. بصوا الستانلس مع الخشب مع ورق الحائط. السرير نفسه فيه شرايح ستانلس من ورا متنجد اهو. التفاصيل اللي فوق في الإضاءة في الجبسون بورد، شايفين متحدد فوق السرير بالظبط، فعطي شكل حلو قوي. الشكل النهائي شايفينه عامل ازاي؟ حلو قوي بالإضاءة بتاعته اهو. كأنه متفصل بالظبط فوق السرير، فعطي الشكل النهائي تحفة. مساحة الأوضة والاتنين الفوتيه دول لونهم رائع. هنا بقى الحمام اللي في الأوضة والدريسنج. ده مش دريسنج، ده الدولاب بتوع الأوضة. هو بيقول إن طبعا لما اشترى العميل الأوضة كاملة، حب يحشي الدولاب، لقى الدولاب هيبقى تمنه قليل جدا لما يتحش من الأوضة، فسابه هنا أو في مكان الدريسنج، بدل ما يعمل دريسنج بتمن أغلى. لو هو أو يفضل بقى لو أنت هتعملي دريسنج يبقى تشتري السرير لوحده، وبعدين تعملي تصميم الدولاب زي ما أنت عاوز. ده الحمام اللي في أوضة النوم أهو. بس حلو قوي تشطيبه، تحفة. سيراميك والألوان بتاعته. الاكسسوارز اللي بلون النحاس دي حلوه قوي. بص شكل الباب كمان فيه الشرايح الاستانلس، فعامل تناغم حلو جدا مع اللون النحاسي اللي في الاكسسوارز اللي في الحمام. والتفاصيل هو بيحكي لنا على تفاصيل هندسيه ومساحات. اتمنى ان فيديو النهارده يكون نال اعجاب حضراتكم، استفدتوا منه ولو بفكره. شقه رائعه، دعوه حلوه لاصحاب البيت. شكرا مهندس احمد شوقي على الشقه الجميله دي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وشقه جديده وعروسه جديده.
أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.